منطقة الشرق الأوسط ليس معزولا عما يعيشه العالم من اضطرابات وتوترات جاءت نتيجة عربدة الولايات المتحدة الأمريكية وتحكم الشركات الكبرى العابرة للمحيطات والقارات في القرارات السياسية والاقتصادية لمعظم دول العالم وسطوتها على مقدرات وثروات الشعوب، متوسلة في ذلك التفوق العسكري والتكنولوجي والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والمنحازة كلها للاختيارات الإمبريالية وللاغتيال السياسي والاقتصادي للدول والتدخل في شؤونها الداخلية تحت مبررات وشعارات سرعان ما يظهر زيفها ويستعاض عنها بسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين. إنما يعيش العالم اليوم من توترات واضطرابات في كل المناطق، الشرق الأوسط، شرق آسيا، أوكرانيا، الانقلابات العسكرية في أفريقيا والحرب الأهلية في السودان، التدخلات الغربية في أمريكا اللاتينية يشكل إرهاصات أولية لميلاد عالم متعدد الأقطار، إلا أن هذا الميلاد لن يكون سهلا. زال الحوث وشهداء الشعب المغربي كافة وكافة شهداء حركات التحرر عبر العالم، كما نجدد الترحم على فقيدنا القائد والزعيم وفقيد الطبقة العاملة أخينا المرحوم نبير الأموي وكل إخواننا الذين فقدناهم. تخلد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ذكرى فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار نضال مستمر من أجل دعم الكفاح الفلسطيني وضمان الحريات وتحقيق المطالب، وهو شعار يكثف بشكل كبير عناصر الهوية الكونفدرالية التي أرساها جيل التأسيس ورسختها الأجيال اللاحقة إلى اليوم، والتي تقوم على الانحياز التام لقضايا الطبقة العاملة.
كونفدراليه ديمقراطيه للشغل اكيد كتكلموا كافه المطالب بالاخص ديال الطبقه الهشه. خرجونا من الهشاشة مباركة من الهشاشة يا حكومة الهشاشة والمغرب هو الأول والمغرب ديما الأول وابن طالة ديما الأول ابن طالة هو الأول ابن طالة